مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ضمن حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شو صاير. خسارة المنتخب المغربي ما مرت مرور الكرام. شفنا ناس كتير تفاعلت، شفنا ناس كتير فسرت سبب الخسارة، والأهم للأسف حصل مواجهات كتير بأكثر من منطقة حول العالم بسبب هذه الخسارة. أخبار كتير، قصص كتير، منا محزن ومنا مفرح. لا تروحوا بعيد، ثواني وراجعين. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. اذا كنت او كنتي للمره الاولى عم بتشوفوا هذه القناه او عم بتشوفوا هذا البرنامج لحد هلا ما اشتركت بالقناه، فلا تنسى تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، واكيد تعمل لايك على الفيديو اذا عجبك. على الرغم من خساره منتخب المغربي امام منتخب فرنسا بهدفين نظيفين وفقدان فرصه التاهل لنهائي كاس العالم، صف قدام المغرب بس بدها تلعب مع كرواتيا على المركز الثالث والرابع، فيما ستواجه فرنسا الأرجنتين في نهائي كأس العالم. ولكن أكيد على الرغم من الخسارة ولكن تلقوا الإطراء. أنا كان لي بس قبل ما أفوت بالمواجهات اللي حصلت بأكثر من دولة بالعالم اللي هيك، وحنشوف تصرف نبيل جدا أيضا لمبابي مع أشرف حكيمي زميله بالنادي. الخسارة أنا من وجهة نظري الشخصية هو عدم امتلاك المغرب لهداف. عندهم الحارس المرمى 60% من الشغل عليه. الفريق لعب بشكل حلو وخلق فرص هجومية، عندهم الدفاع ممتاز، خط الوسط ممتاز، الهجوم ممتاز، ولكن هذا الهجوم يخلو من هداف. دائما مو بس بهاي المباراة، على فكرة، واللي قبل كل شيء ممتاز بمنتخب المغرب. كان لا أصلا لمسة صغيرة، لمسة هداف. للأسف لا أشرف حكيمي ولا غيره بيمتلك هذه اللمسة يعني أول ما تيجي الطابة على رجلك وأنت بمنطقة الجزاء أو بعدها تضربها مباشرة وتفوت جول. ما في. لاحظنا تردد كبير كل ما يوصلوا مع أنه في اشتداد للهجمات على المنتخب الفرنسي. اللمسة يفتقدوها، يفتقدوا اللمسة، لمسة ميسي، لمسة رونالدو، لمسة صلاح، لمسة كتير، لمسة مبابي بمنتخب فرنسا. يفتقدوا اللمسة، بترددوا. اللاعب لما بصير قدام المرة بتحسه بيخاف، بيتردد، ما بيعرف بدي يشوطها، بدي يضربها، بده ما بيعرف، بدي يمررها، خلص تلبك فات بالحيط، ما عاد يعرف شو يعمل. هون المشكلة، لمسة الهداف كانوا يفتقدوها بشكل كتير كبير. وحتى بس شفنا أيضا لاعب مغربي عبد الرزاق حمد الله اللي دخل بالشوط الثاني، أناني، كان أناني بدرجة غريبة الوصف. مع أنه فات بالشوط الثاني بعد ما بلش الشوط الثاني، ولكن للأسف إجته كم فرصة قرر أنه يكون فيها أناني وصار هو بده يسجل من دون ما يمرر. للأسف أيضا خسر منتخب المغرب هدفين. ما بدي أحكي عن قصة ضربة الجزاء اللي كانت حقية للمغرب، ما بدي فوت فيها، هي في ناس محللين رياضيين بيحكوا فيها. ولكن الهجوم اللي تعرض له لاعب المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله على صفحته على الانستغرام كان هجوم قاسي جدا جدا جدا. فوتوا على صفحته شوفوا بعد المباراة قديش تعرض لهجوم كاسح. عبد الرزاق حمد الله مو بس هون، اضطر يوقف ميزة التعليقات على صفحاته من كتر الهجوم الشنيع الذي شنه مو بس المنتخب الجالية المغربية أو الشعب المغربي. كان هجوم كاسح من قبل العرب على عبد الرزاق حمد الله، لأنه فعلا خيب ظننا. ويا ريت من وليد الركراكي ما كان دخله اصلا، يمكن كانت النتيجه غير هيك. ياسين بونو الف شكر لك، عمل اللي عليه. الهدفين اللي دخلوا على فكره بمرماه، صد وحده وما بيلحق يصد الثانيه، صد وحده ودخلوها مرتده، ما لحق للاسف. ولكن ابطال منتخب الابطال المغرب ابطال، رفعتوا راسنا. ولكن هي كرة القدم، وصولكم لهون هو انجاز بحد ذاته. الله يعطيكم الف عافية. مسبقا كتبتوا التاريخ وان شاء الله تتابعوا كتابة التاريخ. من اجمل اللقطات ايضا اللي مرت بالمباراة، قبل ما احكي بالمواجهات الكبيرة اللي صارت للاسف، هي حركة مبابي مع وهو يلعب منتخب فرنسا مع أشرف حكيمي. نجم منتخب المغرب راح عليه وشلح الكنزي تبعه أو البلوزي تبعه أو التيشيرت تبعه وبدله مع أشرف حكيمي، وضل بدل ما يروح يحتفل مع المنتخب الفرنسي، لا، أول شيء عمله راح لعند أشرف حكيمي زميله بالنادي وهون عليه وبدل القمصان معه وبدل التيشيرت معه.
في لمسة جميلة جدا، وبعدين بعد المباراة لقيناه قاعد جنب أشرف حكيمي عم بيواسيه. مو بس هيك، ما اكتفى بهذا الموضوع، راح وكتب له على تويتر: لا تحزن يا أخي، الكل فخور بما فعلت، لقد صنعت التاريخ. من أجمل الأخلاق الرياضية هي الأخلاق الرياضية الجميلة. وأثبت مبابي قديش عن جد حدا جميل من جوا، وحدا يتمتع، وحريص على أصدقائه، وحريص على مشاعر أصدقائه. ولكن هي كرة القدم، صح بنادي واحد هن، ولكن كل منهم ينتمي إلى منتخب وطني. أشرف حكيمي إلى المغرب، ومبابي مع أنه مبابي ليس فرنسي الأصل، هو أفريقي مجنس أيضا فرنسي مثل أغلب أعضاء المنتخب الفرنسي، هن أفارقة أصلا وليسوا فرنسيين الأصل. ف يلا معوض ان شاء الله يا منتخب المغرب. ولكن الفوز مثل ما قلت لكم ما مر، او خساره منتخب المغرب ما مرت على خير. شهدت محطه بروكسل الجنوبيه في بلجيكا اشتباكات كبيره بين الشرطه المحليه ومشجعين مغاربه عقب انتهاء المباراه للاسف، حيث تجمع المشجعين المغاربه ملتفين بالعلم الوطني المغربي، والقوا العاب ناريه واشياء اخرى على صفوف افراد مكافحه الشغب في بلجيكا، وأضربوا النار في أكياس القمامة والصناديق الورقية، مما دفع الشرطة إلى أن ترد بإطلاق مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على عدد من مثيري الشغب. يعني بصراحة يعني أكيد هذا الأخلاق ما بتمثل أخلاق شعب المغرب العربي الغالي والعزيز علينا. ولكن أكيد هذا أكيد كلنا انزعجنا، ولكن كل واحد له طريقة يمكن بالتعبير عن انزعاجه. هذه الطريقة كانت شوي غير مناسبة من قبل بعض مشجعي المغرب للأسف. حتى الشرطة الفرنسية على فكرة اللي موجود بفرنسا، حتى السوريين أو أهلنا العرب الموجودين هناك بيشوفوا أن الشرطة الفرنسية كانت مستعدة بشكل كبير جدا وكانت مستنفرة. وذلك اوريدي ليش كانت مستعدة؟ لأنه كان متوقع يصير لسه مشاحنات أكثر من هيك. لأنه عقب المباراة السابقة اللي كانت بين المغرب والبرتغال، واللي فاز فيها المغرب على البرتغال، حدثت أيضا مشاجرات في فرنسا، وتحديدا في شارع الشانزليزيه بفرنسا. واضطرت السلطات الفرنسية للأسف اضطرت تتدخل. كمان شفنا امبارح ما قلنا لكم الشرطة الفرنسية كانت مستعدة بمئات أو عشرات مركبات الشرطة، لأنه بعد فوز فرنسا وتأهلها إلى نهائي كأس العالم لمواجهة الأرجنتين خرج آلاف الفرنسيين واحتفلوا بوصول منتخبهم لنهائي كأس العالم. وشفنا عشرات سيارات الشرطة عم بتحاوط هدول المشجعين لتحميهم، خوفا يمكن من ردة فعل المغاربة الموجودين بفرنسا، خوفا من مشاكل ممكن يفتعلوها بعض المشجعين. أكيد الملامين على هذه التصرفات قلنا مو الكل هيك ولا كل الشعب المغربي هيك، ولكن مثيري الشغب دائما موجودين. على كلين مثل ما قلنا، الله يعطيكم ألف عافية، عملتوا اللي عليكم وزيادة. هذا كان كل شيء. كنت أنا معكم أحمد الدرع، وعدو مقدم برنامج شو صاير. ضلوا بخير.